مرحبا وأهلا وسهلا فيكن. اليوم جبتلكن وصفة بتجنن، ومين فينا ما بيعرف المشبك. رح نعمله بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة رح تشوفوا القرمشة. شو طيبة، تفضلوا. مثل ما سمعتن رح نعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، والنتيجة رح تكون مقرمشة ولذيذة من أول لقمة. خليكم معي للآخر لأني راح أخبركم كل أسرار اللي بتخلي المشبك يطلع ناجح ومقرمش مثل الجاهز وأطيب كمان. وإذا أول مرة تشوفوني لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ويلا نبلش وصفتنا. حابة أعطيكم طريقة سهلة وطيبة من مكونات قليلة وموجودة بكل بيت. نبدأ بالقطر: 3 كاسات سكر، 3 كاسات مي، ونص معلقة حامض. يتم غلي المكونات وفي الآخر يوضع الحامض. بعد ما غلي نحطه على طرف ليبرد القطر. وهلا نبلش في المكونات. المزيج: نص كيلو سميد هارتفايتسن من الليدل أو الريفي، 3 معالق كسكس من عند التركي أو كمان من الريفي، معلقتين طحين، معلقتين سكر، وحدة خميرة، و2 فانيلا. والماء كاسة ونص للكاستين، يبقى حسب السميد وأش قد بده يشرب. هلا طريقة التحضير: نضع كل المواد عدا الماء، السميد، السكر، الطحين، الكسكس، كلن عدا المي. ونخلط المكونات طبعا بعد ما ضفنا الفانيلا والخميرة، نخلطها كلها بدون ماء. وارجع واكرر بدون ماء، لانه بس نحط المي وما خلطناهن بيصير تكتلات، وهذا الشيء مو كويس. بعد ما خلطناهن نتم نخلط. وهلا بعد ما خلطنا المزيج كله ناخد المي، نحط اول شي كاس مي فاترة ونخلط. نشوف كمان بده نحط نص كاسة، لا كتير، نص الكاسة. ويتم الخلط كمان مثل مو شايفين عم يتم الخلط ليصير المزيج كله متجانس. انتو شايفين هالحركة؟ ومثل شايفين انتن الطراوة لازم تكون في هالنتيجة، هالطراوة لا كتير سائل ولا كتير ناشف. بعدين نحطه على طرف من تخمير ربع ساعة، وبعد ربع ساعة بنرجع لكم. هلا نحطه على طرف، نغطيه بقماشة، قماشة قليلة يعني ما يلزم كتير، بس نتركه يرتاح ربع ساعة ونرجع لكم. هلا بعد ما اختمر تشوفون النتيجة. نشيل الليلون من عليه، وممنوع التحريك، رجاء ممنوع التحريك. بعد التخمير هيك تشوفوه يطلع فيه مثل الفقاعات، هدول الفقاعات هن اللي نجحوا المشبك. وهلا نضيف زيت دوار الشمس ونحميه على نار. طبعا أنا أحب دائما أستعمل زيت دوار الشمس لقلي المشبك، لأنه صراحة جربته غير زيوت وما زبط معي إلا زيت دوار الشمس. وهاي لآخر نقطة، يعني لتر كامل حطيت في المقلاة. وهلا بعد ما حمي الزيت نحط المزيج تبعنا في القالب. دائما ناخد من طرف واحد، ما ناخد من نص، من على كله من طرف واحد. ونحاول ما نخربط الفقاعات. هالفقاعات هن سر نجاح المشبك. في غير طرق يجب علينا أن نخلط، بس هاي الطريقة تبعنا ما يصير، ممنوع منعا باتا هذا الشي. وهلا يتم تشكيله بكل سهولة.
القالب تبع المشبك أنا الصراحة جبته من الروسمان، هو للكريمة، بس مو مشكلة نحن نستخدمه كمان للمشبك. اللون يبقى حسب انتن وذوقكن، تحبوا كتير أسمر، تحبوا ذهبي، تحبوا فاتح، يبقى هذا كل شي يبقى يرجع للشخص. وأنا أحبه شوية أعطيه لون سمار أكتر، وبس نشوف نقلب مرة مرتين، نحاول نحركه دائما لقطع المشبك بشان يصيروا كله لون واحد. وهذا هو السر كمان للمشبك ينجح، ما يصير يبقى بدون تحريك، بشان الزيت يصير على كل المشبك نفس اللون. وهلا لازم ينشال من الزيت وينحط في القطر فورا وينشال، ما يصير يبقى كتير، لأنه فورا يشرب القطر بشان ما يصير كتير الحلا زيادة. هاي نصيحة مني كمان، لأنه فورا نحطها نشيلها خلاص. هاي هي سر نجاح المشبك، وأكيد راح يكون من كل قلبي عم أعطيكن الطريقة وانصحكن تعملوها. ويا ريت كمان تكتبولي في الكومنتار، تكتبولي تعليقات ايش رأيكن إذا عملتن الطريقة تبعي. ولا تنسون، وإذا أول مرة تشوفوني لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهنية على قلبكن كلتكن. بس حبيت أذكركن بصوت القرمشة. شوفوا القرمشة، شو طيبة. تفضلوا.